السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. ازاي تقدر تغير البيانات اللي موجودة عندك داخل الجداول اللي في الكويري بالمسار على حسب المسار اللي موجود عندك من غير ما تعمل مشاكل وتبقى اوتوماتيك. يعني احنا مثلا عندنا هنا دي بيانات شهر يناير، فولدرين زي ده، في فولدر يناير، فولدر فبراير، والبيانات اللي موجودة قدامي ديت في الجدول والمعادلة دي موجودة على شهر يناير. أنا مجرد ما أغير الفايل باس بتاعه أو المسار اللي موجود فيه لفبراير هلاقي البيانات بتاعتي اتغيرت من يناير كلها لفبراير. كل الحكاية إن أنا هاخد ده كوبي، المسار ده، وأحطه في المكان ده واعمل انتر، وبعد كده اجي هنا على الجدول واعمل له ريفرش. مجرد ما اعمل ريفرش هلاقي البيانات عندي اتغيرت لشهر فبراير، والتوتال بتاع السيلز برودكت بتاعي اتغير. كل البيانات اتغيرت لشهر فبراير في المسار الجديد بدون اي مشاكل. تعملها ازاي؟ ركز معايا. عندنا فولدرين زي دول، واحد يناير واحد فبراير، كل واحد فيهم فيه ملف اكسل. ملف الاكسل اللي موجود جواهم ده الملف اللي موجود عندنا، فيه اسماء الناس، المناديب، اكواد، مبيعات، والشهر ده شهر يناير. هنخش هنا على داتا، جيت داتا فروم فايل، نجيب الملف اللي هو السيلز ونعمل امبورت عشان نخش على الكويري. هنيجي هنا على الجدول ده مثلا ونعمل ريفرنس ليه، هيبقى اي حاجة احنا شغالين عليها هنا هتأثر معانا هنا، وجدول تاني غير السورس اللي موجود. مثلا احنا نجيب اجمالي المبيعات بتاع كل برودكت عندنا، احنا هنحتاج السيلز فاليو والبرودكت بس، وبعد كده نشيل الاذر كولوم. دي كده نخش على جروب باي، هنقول له برودكت، اسم الكولوم هيبقى عندنا سم توتال سيلز برودكت، وهنا نخليه يجمع لنا الفاليو سيلز فاليو. اوكي، فليه ظهر معانا دي البرودكت اللي موجود، التكلفة او القيمة بتاعت المبيعات اللي موجودة. هنعمل بس سورت ونسمي التيبل دوت توتال سيلز برودكت. ممكن نعمل ريفرنس تاني من السورس ونعمل بيانات تانية احنا محتاجينها على حسب اللي احنا عايزينه من الداتا سورس اللي عندنا. كلوز اند لود، هيحمل معانا هنا زي ما انتم شايفين، هيبقى في اكتر من حاجة اللي هم موجودين عندنا، اللي هو التوتال سيلز برودكت اللي انا عملته، وادي السورس الرئيسي. هناخد التوتال سيلز برودكت ده كنترول اكس ونحطه معانا هنا جنب الداتا اللي موجودة، ونحذف التابة دي خلاص مش محتاجينها. تيبل ديزاين، نغير الشكل بتاع الجدول دوت. هنا هنعمل 3 صفوف فاضيين كده قبل التيبل اللي عندنا عشان يبقى فيهم الفايل باس او المسار بتاع البيانات دوت، اللي احنا لما نغيره هيغير الداتا اللي موجودة قدامنا. هنكتب هنا فايل باس، وهنخش نجيب بتاع يناير، هنا ادي الباص بتاعنا، كنترول سي نحطه هنا مثلا، ونفس الكلام نخش نجيب فبراير. هناخد الباص الاولاني ده نحطه تحت الفايل باص هنا، ونعمل ده كده تيبل، كنترول تي ماي هيدرز، ونسميه هنا اكسل مثلا فايل بس. وبعد كده نودي الجدول ده معانا للكويري. بعد ما يحمل معانا على الكويري هنلغي خطوة التشينج تايب ونرجع للسورس، ونيجي هنا كليك يمين ونعمله دريل داون عشان يبقى قاري معايا باص كده. هي الخطوة بعد كده اللي احنا عايزين نعرفه ان ياخد السورس بتاعه من الاكسل فايل باص اللي احنا عاملينه مش من الطبيعي بتاعه. فهنرجع هنا على السيلز الرئيسي ونرجع هنا على السورس، هنلاقي هنا الامتداد اهوت اللي موجود، ان الملف ده موجود في الحتة الفلانية على الجهاز والاسم بتاعه. فاحنا هنشيل كل الحاجات اللي موجودة قبل اسم الملف ونخليه بنفس الاسم بتاع اكسل فايل بس، هو ظهر معانا اهوت. وبعد كده نعمل له اند ونعمل
علامة التنصيص عشان يبقى هو ده الملف اللي هيلاقيه بعد كده. وبس كده، بعد كده نعمل انتر، هنلاقي ان هيجيب لنا الرسالة ديت ان هو ما يقدرش يعمل المزيج اللي احنا عملناه دوت. فدي ايه حلها؟ تعالى اقول لك نحلها ازاي. هنخش هنا على فايل الاوبشن اند سيتنج، نخش على كويري اوبشن، وهنيجي هنا من الكرنت ورك بوك على البرايفسي، نخش على البرايفسي ليفل، نديله اوكي. دلوقتي بعد ما عملنا الخطوة ديت هنعمل ريفرش، هيظهر معانا البيانات عادي زي ما هي موجودة، والمشكلة اللي كانت موجودة راحت. هنيجي هنا له كلوز اند لود تو، ونيجي هنا نعمل له اونلي كوليكشن. هنجرب ان احنا نغير السورس اللي موجود او الفايل باس بتاعنا من الجان لفبراير. يعني احنا هنشيل ده هنا ونحط فبراير مكانه، ونعمل ريفرش للداتا. هنلاقي ان البيانات عندنا اتغيرت زي ما انت شايف للاكسل اللي موجود في فبراير بناء على الرابط او المسار اللي احنا عملناه هنا في الخلية دي. اي مسار احنا محتاجين نضيف اكتر من مسار هيبقى بنفس الطريقة، مجرد ان انت هتغير المسار هيظهر الداتا بتاعتك على حسب الاكسل اللي موجود في المسار ده. وبس كده.